سؤال النهارده سؤال مهم وسؤال مشهور جدا دكتور احمد. هو انا لازم ابقى لابسه الكرسي او المشد او البريشر جارمنت immediately بعد العمليه؟ الحقيقه الاجابه لا، والحقيقه انا شخصيا ما بحبش اعمل كده، وده بيزد على الليترتشر، بيزد على الابحاث اللي منشوره، وخاصه في عمليه شد البطن. عمليه شد البطن بتعمل تاثير على قدره العيانه على التنفس، وبتليمت سبيس افيلبل عشان التنفس. فالحقيقه انا دايما بحب ان انا البس الكرسي او المشد بعد عمليه شد البطن ب 3 دايز، بس 72 ساعه. وده الليترتشر قال ان هو بيحسن التورم، بيحسن الريكفري، وبيقلل الكومبليكيشنز اللي ريليتد للقدره على التنفس. فالمشد مهم للنتيجه النهائيه والتعافي السريع، خاصه بعد عمليات البطن. ما بحبش البسه في اوضه العمليات عشان الاسباب اللي انا ذكرتها، ولكن في العمليات الأخرى زي شفط الدهون من الذراعين أو من الأفخاذ أو من أي حتة تانية من الجسم، أنا بلبسه جوه أوضة العمليات قبل ما العيانة بتفوق. لو ليكوا أي أسئلة من فضلكم ابعتوها لي في الكومنتات وأنا هرد عليها. معكم الدكتور أحمد عبد الجواد، Consultant Plastic Surgeon, Northwest of England.